اهلا 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 بيكو. انا في موقف واحد بيخليني مسلوبة الارادة ومش عارفة افكر. اول ما بلاقي في تخفيضات على الميك اب ساعتها بنسى انا مين، وبنسى انا فين، وبنسى انا معايا كام، وايه الديون اللي عليا، وفضل كام اخر يوم في الشهر. ويعني بصوا الدنيا بتبقى بايظه خالص جوه دماغي، وبفكر بس ازاي انتهز الفرصه. فانا نقطه ضعفي التخفيضات على الميك اب، والنهارده انا هوريكم نقطه ضعفي في اخر فتره. كل الميك اب اللي انا اشتريته الفتره الاخيره هنفتح البوكسات دي مع بعض، واكتبوا لي تحت في الكومنت ايه نقطه ضعفكم، وايه اكتر حاجه اول ما بتلاقوا عليها تخفيضات بتنسوا كل حاجه وبتبقوا بس عايزين تنتهزوا الفرصه. انا بالنسبه لي الميك اب، انتي بالنسبه لك ايه؟ اكتبي لي تحت ويلا بنبتدي. ممكن علشان خاطر المناخير والبق دي الحلوين دول تعملوا لي لايك عشان نفتحهم كده بنفس حلوه. ده كان اوردر من ويب سايت اسمه بورش تقريبا. ماشي، ده ويب سايت هنا موجود في المانيا، وكان برضو عامل تخفيضات. الحقيقه الحاجات دي من تخفيضات بقالها فتره طويله، اوكي، بس انا ما فتحتهاش. دي كلها حاجات ملهاش اي لازمه، وفي هنا فقاقيع كده وبلالين. بحب قوي الباكجينج بتاعهم، عشان كده بحب الويب سايت ابو مناخير وبق ده، والباكج بتاعهم دايما اللي بيطلع حلو. اول حاجه في العلبه هو ده عباره عن حاجه من جوفيوس بليس. انا مش فاكره حاجه، اوكي، بس عشان لو حسيتوا ان انا يعني عارفه انا هقول ايه، لا انا مش عارفه، انا بس بلاقي وبتكلم. ده جوفيوس بليس اسمه فيلفت مات فاونديشن. اوه ده فاونديشن. الماركه دي مشهوره قوي قوي، اللي هي ماركه كده تحسوا ان هي افريقيه او حاجه كده، ومعروفه ان هي فول كفرج. وده فاونديشن اكيد هنجربه مع بعض. اوكي، برضو من جوفيوس بليس، اعتقد ممكن يكون كونسيلر. والله اخيرا هجرب الماركه دي، مبسوطه جدا ان انا هجربها. بس ايه ده لون ايه حبيبتي؟ لون مين؟ لا لا، مش هنتكلم على لون الكونسيلر عشان هو ده يعني غالبا هيبقى كونتور. والبلويز بيز، بس انا جايباه غامق. ده انا فاكره ان انا جايباه غامق لان انا كنت عايزه استخدمه كبيز للاي شادو، نفس اللي احنا عملناه النهارده في الميك اب ده. الميك اب ده على فكره ما فيهوش اي شادو، ده كريم. اوكي، روحوا شوفوا الفيديو هسيبه لكم هنا لسه نازل. خطير خطير خطير. عملنا ميك اب كامل بالسامبلز اللي بتيجي مع الحاجات والهدايا اللي شبه دي. وده البيز بتاع العيون المشهور جدا، بيتحط تحت الاي شادو عشان يظهر اللون، وانا جايباه لون غامق عشان استخدمه مع البنيات. اللي بعد كده جبت ده من ال اي جيرل، عبارة عن لون اورنج كده بيصحح اللون بتاع الوش لو في عندك حتة غامقة او حاجة. انا جايباه عشان استخدمه تحت العين بصراحة، بس هو موجود علشان الوش كله. يعني لو انتي في حاجات غامقة في وشك تقدري تحطيه قبل الفاونديشن عشان يكنسلك الغمقان ده. فده من ال اي جيرل، وانا سمعت عليه كتير قوي وحابة ان انا اجربه، بس انا هجربه تحت العين وممكن كمان في الاماكن دي. او ماي جاد، انتوا مش مستعدين على اللون الخطير. اللون ده بصوا، هو الكاميرا طبعا هتظلمه اكيد، بس هو من ميك اب ريفوليوشن، عباره عن جلوس كده وفي شimmer لونها فوشيا، مش بينك، دي فوشيا، قلب على فوشيا، بس هي في الحقيقه شكلها لمعتها خطيره. هي الكاميرا ظلماها ولايق قوي عليا، بس مش هجربه لكم دلوقتي، انا هعمل لكم سسبنس. الكالر واو، ده بتاع الشعر، اللي هو المفروض ان هو يعني بيدي لمعه للشعر وبيحافظ على البيبي ليس اللي انت بتعمليه من المره للمره اللي بعديها. يعني بيخلي شعرك كده ضد الميه لمده اسبوع تقريبا. ده اللي انا سمعته عنه وحبيت اجربه، فجبت العبوه الصغيره لانه في عبوه كبيره وفي عبوه صغيره، وطبعا هو غالي فقلت نجرب ده ما كانش من بريوش، بس انا رميته في العلبه. ده عباره عن ماجيك بيرفكتنج كريم، ده من ترندد اب، موجود في الدي ام، وانا كنت جايباه علشان اجربه. عباره عن كريم سحري بنحطه، لونه شفاف بيقلب للون الفاونديشن بتاع الوش، يعني درجه واحده لكل الناس. فبرضه حابه اجربه قوي عشان سمعت عليه هايب كتير قوي. والليب لاينر المفضل بتاعي من مانهاتن رقم 94. دول كانوا مرميين في الكرتونه، ما حدش يسالني الكرتونه اللي بعدها. يلا، الاوردر اللي بعد كده كان من عند هدى بيوتي، وده كان في التخفيضات اللي حصلت في اول السنه. يعني بصوا انا قد ايه متاخره، 3 شهور جوه محطوط على الترابيزه وانا مش عارفه اصوره لكم، وحتى ما كانش عندي وقت ان انا افتحه. فده اوردر من عند هدى بيوتي، كانت عامله تخفيضات في راس السنه بجد، يعني
ببلاش. اوكي، كانت الاسعار تحفه واحنا كلنا كان لازم ندعمها عشان موقفها السياسي المحترم. المهم ده كان ماسك كده بيعمل ليفتنج للوش، المفروض ان هو بيشد الوش كده من الحتت دي. ما تعرفوش انا جبته ليه؟ اكيد عشان كان عليه خصم. يعني اي حاجه انا جبتها هنا مش مبرر ان انا عايزه اجربها، لا، ان هي كانت رخيصه. انا قلت ان انا كلب التخفيضات، اول ما بلاقي حاجه عليها سيل في الميك اب حتى لو انا مش محتاجاها بجيبها. اوكي. بعد كده ده انا فاكره ان ده كان بكامل ارادتي، لانه في كل المجموعه بتاعه الوشفول بتاعه الحاجات الحلوه. البتاع ده انا كنت لسه مجرباه برده في الفيديو اللي فات بالسامبل بتاعته، ما عجبنيش، فان شاء الله يعجبني لما يبقى فول سايز. و ده سيرم وده كريم، فمجموعه العنايه بالبشره الكامله من وشفول يعني ان شاء الله تخلي وشنا كده يعني قطعه من الزبده. في سامبل تاني اهو. بعد كده جبت ده، معرفش جبت منه 2. هتقولوا لي ليه؟ هقول لكم عشان كان فيه تخفيض فظيع، بس مش اكتر من كده. ده عباره عن فيس اند بادي انزيم سكراب، يعني سكراب للجسم وللوش بالانزيمات، بيعمل ديتوكس، يعني بينقي الوش والجسم. وبصوا بصوا الباكج، انا اوريكم شكله من جوه. نفتح واحد اهو يا جماعه، ماشي. بعد كده جبت ده جنتل كلينزنج، ده اسمه ايه، غسول للوش برضو من عند هدى بيوتي، من اللاين اللي هو بتاع وشفول. بصراحه برضو كان نفسي اجربه من زمان، واول ما عليه تخفيض، اول ما لقيت عليه تخفيض هو رحت جبته. بعد كده جبت فرشه اخيرا من عند هدى بيوتي عشان كان عليها خصم، ومنين حياتي كنت اجرب من عندها فرشه، ودايما غاليين قوي واوفر برايس، بس المره دي السيل كان هو اللي بيحكم، والنعومه والكواليتي، يعني مفيش جمال كده، يعني هو مفيش حاجه حلوه كده في الدنيا بجد. انا فرحانه بس وانا بفتحهم، امال لما استخدمهم ايه اللي هيحصل. بعدين جبت دي انا فاكره اول ما فتحت الاوردر ده وشفتها كانت مكسور فيها لون، كنت زعلانه جدا. بس بصوا بجد الباكج هنا الكلام بارز كده، والوانها غريبه انا عارفه، بس كان عليها سيل. مش هقدر اكرر لكم بقى، انتوا فاهمين مبرري في اختيار الحاجات دي. اهو بصوا اللون ده مكسر بس بقى، فمش هقدر اوريه لكم قوي اهو، بس الوانها يعني واضح ان هي غريبه. صيف، احنا هنشيلها للصيف علشان دي محتاجه مصيف قوي يعني. الجلوش بريست باودر جبت منها 2، انا بحبها جدا وعندي منها، ورحت جبت 2 تاني، واحده على شكل ديب اللي هو ينفع كونتور او ينفع برونزر، والتانية اللي هي فير كول دي تنفع باودر عاديه، هي بريست باودر. واخر حاجه هي دي، بصوا الباكج بتاعها كأن عليها ميه كده، دي عباره عن توب كوت بيتحط على الماسكارا بيخليها ووتر بروف، يعني اي ماسكارا عندك مش ووتر بروف تحطي عليها ده هتقلب ووتر بروف. فبصراحه اختراع، لان انتي مش مضطره تشتري واحده ووتر بروف واحده مش ووتر بروف، اشتري الماسكارا اللي انتي تحبيها وبس حطي عليها التوب كوت ده، لما تبقي عايزاها تبقى ووتر بروف. الحقيقه ده اختراع مهم جدا جدا جدا. الكرتونه اللي بعدها عشان نخلص الفيديو. اخر بوكس معانا النهارده هو من عند ماك. اوعوا تحكموا عليا وتقولوا ان انا لسه بشتري من عند ماك، انا شارياه من زمان قوي قوي قوي، ومحطوط في علبه ومحطوط جوه ما اتفتحش خالص، حبيت افتحه لكم دلوقتي، بس انا بطلت مؤخرا اشتري منهم. معرفش هم مقاطعه ولا لا، انا ما شفتلهمش اي يعني موقف خالص في الموضوع، بس يعني تحسبا ان هو يبقى مقاطعه فانا بطلت اشتري. انا كل ده كنت معلقه المايك هنا وكنتش موصله بالموبايل، فعايزه سقفه كبيره لو كان الصوت مش واضح. تعالوا نفتح ده. اول حاجه كنت جايباه هو الفيكس بلس طبعا، بس انا كنت جايباه الجولد علشان يكون فيه لمعه، لان انا مؤخرا بحب الفينش بتاع اللمعه اكتر. كمان كنت جايبه البرو سيت، ده عباره عن ماسكارا وقلم للحواجب بيجوا مع بعض، يعني قلم الحواجب والماسكارا اللي بتثبت. كمان كنت جايبه معاه الهايلايتر، ده طالع موضه جدا الهايلايتر اللي لونه بينك، وانا جايبه البالت دي مخصوص عشان اللون البينك اللي فيها اللي هو في النص ده، شايفينه بس فاتح شويه حساسيه، في ماركات كتير احلى منه. جبت الست دي
الست دي فيها ليبستيك، وفيها اللي هو الليب برايمر بيتحط قبل الليبستيك، وفيها كمان ماسكارا، يعني بيكونوا 3 حاجات. انا مش عايزه اديهم اهتمام قوي، فعشان كده مش بفتحهم، ها واخدين بالكم. بعدين جبت كمان الهايبر باليت دي بس اللون الجولد، يعني نفس الهايلايتر اللي فات بس الالوان الجولد اللي احنا اصلا بنستخدمها عاده يعني. والستروب كريم ده كان جاي لي از جيفت معاها تقريبا، لانه ولا لا ده انا كنت شارياه. الستروب كريم بس الحجم الصغير ده انا بحبه قوي بصراحه، ما اقدرش استغنى عنه. وما اعرفش هنا ليه في هدى بيوتي، فهدى بيوتي هنا قاعده بتعمل ايه اللي هو الايلاينر، والناحيه التانية بيكون الكحل، الاتنين دول مع بعض ويروحوا في الكرتونه بتاعت هدى اللي جابهم هنا. ودي سامبل برضو من عند ماك، بيز، ده بيز بيتحط قبل الميك اب. واخر حاجه قلم الحواجب ده برضو من عند ماك، الدرجه اهي زي ما انتم شايفينها، اسمها ديب برنت، حاساها لايقه قوي مع لون شعري فممكن استخدمها قريب. الليبستيك جديد برضو من عند ماك، الدرجه اسمها كيندا سكسي او كايندا سكسي مش عارفه، لون نوت كده على يعني اورنج شويه، ضارب على اورنج، بحبهم قوي دول. خلاص عندي منهم كتير عادي. وبس كده حلوين، ده كان كل الميك اب اللي احنا فتحناه مع بعض النهارده. مبسوطه جدا جدا ان انتوا فضلتوا معايا لحد اخر الفيديو. ما تنسوش قبل ما تمشوا من الفيديو تعملوا لي لايك، وكمان تكتبوا لي تحت كومنت يشجعني، وتشتركوا في القناه لو مش مشتركين. واشوفكم الفيديو الجاي، ولو عندكم افكار لفيديوهات ما تنسوش تكتبوها لي. باي باي.